السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكشري المصري اللي كلنا عارفينه كويس قوي، عارفين حركاته وتركاته. تعالوا مع بعض نشوف عملنا ايه. انا هنا بدأت الاول بالبصل، عملته هنا حلقات او اعمليه جوانح زي ما انت عايزة، ورشي عليه دقيق ودعكيه في الدقيق كويس جدا. جبت حلة على النار وحطيت فيها زيت، كمية زيت كافية لان الزيت ده اللي انا هستخدمه في تحمير البصل، وكمان في صلصة الكشري، وكمان في المكرونة بتاعة الكشري. انا هستخدم الزيت ده في كل الكشري بتاعنا. بدأنا بنفس الحلة دي اللي احنا هنحط فيها الكشري هنسوي فيها. قلينا البصل تمام. بعد كده سبته بقى ياخد اللون بتاعه، وجبت حلة تانية نزلت فيها برضو، حطيت شوية زيت ونزلت فيها بالثوم. وهنعمل الصلصة عشان نسيبها انها برضو على جنب تخلص كده، يبقى كل عين على البوتاجاز تبقى شغال عليها حاجة عشان نخلص على طول. تمام. ادي كده هنخلي الثوم يحمر لونه، وبعد كده هننزل عليه بالصلصة. نقلب كده سريع سريع علشان خاطر ما يتلسعش لحد ما يحمر كده بسيط. كده بقى تمام، احمر شوية. ننزل عليه بالصلصة بتاعتنا. اعملي بقى الصلصة الكمية اللي انت عايزاها على حسب كمية الكشري اللي عندك. هنزل عليها بمعلقة سكر، لان طبعا السكر هنا بيبقى مهم جدا. بيخلي طعم الصلصة كده حلو، مش لاذع كده، بيبقى طعمها حلو جدا جدا، وكمان بيخلي لونها محمر. السكر ده بيبقى ليه سبب كده، ان بيخلي اللون لونه كده محمر، لونها حلو، بيخلي لونها حلو مش بهتانة. خلاص خلصنا الصلصة، نقلتها على عين تانية تكمل سواها، وهنبدأ نطلع البصل بتاعنا اهو اللي خلاص احمر. تعمليه على اللون اللي يعجبك. عايزة افتح من كده شوية بس ما نغمقش عن كده عشان ما يمررش. خلاص تمام كده. هننزل بقى بالبصل التاني، بقية البصل هننزل بيه، نحمره بقى كده لحد ما ياخد اللون برضو المحمر بتاعنا، ونطلعه. الزيت طبعا احنا حاطين كمية كافية، بناخد من الزيت دوت كده حبة زيت على جنب في اي كوبايه كده، لان هنستخدمها طبعا في الايه استخدمنا منها في الصلصه، وهنستخدم فيها برضو على المكرونه. هنا طبعا في نفس التوقيت كنت حاطه الميه تغلي، نزلت بالمكرونه. انا جايبه سباكيتي وجايبه كمان نوعين مكرونه صغيره، فحطيت من كل كيس نص. يعني حطيت كيس السباكيتي كله، ومن كل كيس نص، يعني حطيت حوالي كيلو من المكرونه. في نفس التوقيت الناحية التانية انا كنت حاطة حمص الشام بيغلي، اللي هو المفروض منقوع، انت نقعاه من اول اليوم كده في مية. ولما ميته بيشربها بنزوده تاني ونحطه بقى على البوتاجاز يستوي. وهقول لكم هنعمل برضو فيه ايه. هنا خلاص طلعنا البصل بتاعنا تمام جدا كده. طلعي كل البواقي عشان نكون جاهزين بقى ان احنا ننزل بالشعرية والرز ونكمل ايه. بصوا شايفين البصل ازاي مفلفل، يعني بصوا مش ملزق في بعضه، فلفل كده وجميل جدا ومقرمش جدا وتحفة. هننزل بقى هنا دلوقتي بالشعرية على نفس الزيت. الشعرية الكمية اللي انت عايزاها تحمر معانا، تبقى لون ذهبي كده بس. وبعدين بقى ايه، انا غسله الرز. انا كنت حاطه هنا حطيت الشعريه واحط عليها حوالي كيلو الا ربع رز، وكنت حاطه يعني كان عندي حوالي ربع كيلو عدس بجبه. بصوا هنا الشعريه خلاص بقت لونها ذهبي. هننزل بالرز بتاعنا اهو، نشوح فيه برضو مع الشعرية. مش قادرة اقول لكم بقى طعم الزيت اللي هو متحمر فيه البصل ده بيخلي طعم الكشري ده عامل ازاي. طعمه تحفة جدا، وكمان بيبقى مفلفل جدا وجميل. بصوا هنا بقى هنبدأ ايه، نشوح الرز بالشعرية كده مع بعض، يختلطوا كويس قوي مع بعض، يتجانسوا سوا. في نفس الوقت انا برضو العدس انا كنت غسلاه كويس جدا وحطاه خد غلوة تمام. وبحب احتفظ قوي بمية العدس اللي لونها بني دي، بحب احتفظ بيها جدا. طبعا اهم حاجة تكوني غسلاه كويس قوي. اهو هنا العدس شايفين اهو خد يا دوبك غلوة، وقفلت عليه وسبته. هنزل بقى على الحلة بتاعتي هنا على الرز والشعرية بالعدس بتاعي ومية العدس، وهزود شوية مية كمان، واحط معلقة ملح ومعلقة كمون وبس كده.
او نقلب كويس بس كده عشان خاطر العدس يتجانس كويس مع الرز والشعريه ويبقى متوزع في كل حته. واحط معلقه ملح ومعلقه كمون، وازود شويه ميه كمان. احنا مش هنزود الميه قوي في الحله لان اصلا العدس مستوي، ومش عايزين نزود ميه علشان ما يبقاش معجن. تمام، يعني يا دوبك كده يكون يغطي الوش. حطينا ملح والكمون، نقلب بقى شويه. طبعا هو متعلي عليه فعمال بيشرب في الميه بتاعته، هزود شويه ميه كمان علشان يبقى كده تمام قوي. انت بعينيكي بتبقي شايفه هو محتاج ميه قد ايه. حطيت عليه كوبايه ميه كمان، هقلب تقليبه واحده وهقفل عليه ودقيقتين بس، وهوطي عليه خالص. هو كده النار لسه عاليه عليه، دقيقتين 2 وهوطي عليه. طبعا كنت وطيت عليه. ارجع تاني للصلصه بتاعتي. خلاص هي صلصه الكشري مش بتقعد كتير على البوتاجاز. خلاص هي كده تقريبا كانت استوت وجهزت. وهحط عليها برضو معلقه ملح ومعلقه كمون. انا بستخدم التوابل بتاعتي في الكشري هي الملح والكمون، ما بستخدمش حاجه تانية. خلاص تمام كده، تاخد غلوه بقى ونشيلها على جنب. نرجع بقى لحمص الشام بتاعنا اللي هو استوى. هنشوف هنعمل فيه ايه. انا دايما بحب قوي ابشر معاه جزر وطماطم. انا بشر هنا 2 طماطم و2 جزر. الجزر ده بقى اللون البرتقاني بتاعه ده بيخلي منظر الكشري تحفة جدا وقت الغرف، وكمان الطعم، وكمان الفايدة بقى الغذائية منه. هو بس كده. هو طبعا كان استوى، هيغلي كويس بقى مع الجزر ومع الطماطم يستوي كويس، ونحط عليه برضو شوية ملح وكمون. نيجي بقى الحاجة الأساسية بقى اللي أنا بعشقها في الكشري جدا، واللي هي طبعا بتظبط الكشري قوي، الدقة بتاعتنا. بنعملها ازاي؟ تحطي شوية مية في حلة على النار، وتجيبي حوالي 6 ليمونات، او زي ما انت عايزة تزودي زودي. انا جايبة 6 ليمونات عصرتهم وقدهم خل. تمام. وكمان هريسة شطة، الكوباية اللي كانت حمرا دي هريسة شطة حطيتها، وملح وكمون. وبس كده، وتاخد غلوة وخلاص. هي دي الدقة بتاعتنا اللي احنا بنشوفها في محلات الكشري. ولما تبرد شوية نحطها في اي ازازة معانا كده عشان نستخدمها. بصوا قد ايه جميلة. هي دي بقى اللي ايه، اللي بتظبط الدنيا كلها. شايفين جميلة ازاي؟ وريحتها بقى تحفة جدا. خلاص احنا تقريبا خلصنا الكشري بتاعنا كله تمام. عملنا المكرونه، صفيناها. بعد ما صفينا المكرونه، بعد ما يعني استوت المكرونه وصفيناها، بناخد برضو كده شويه زيت من اللي هم اتعملوا فيهم البصل، وبنقلبهم في المكرونه كويس قوي. طبعا بعد ما بتتصفى وبيتحطوا في الحله بتاعتها تاني، فكده بتبقى مفلفله من الزيت. ادي المكرونه، وادي شايفين الرز بالشعريه مفلفلين ازاي، بس مش لازقين ابدا ولا معجنين، كانوا تحفه قوي. وادي الصلصه، وكمان بعدها الدقه اهي، شايفين. وكمان اخر حاجة بقى حمص الشام والبصل. ادي حمص الشام، شايفين المنظر جميل ازاي بقى بالجزر ده. جربوها بالجزر وتدعوا لي والله تحفة جدا. والبصل بتاعنا المفلفل الجميل، شايفين مقرمش وتحفة، بيخلي الطعم رائع. هنجيب بقى اطباق الغرف بتاعتنا زي ما انتوا بتحبوا. هنا بقى بحب ابدا قوي بالمكرونه. حطي المكرونه وفوقيها الرز بالعدس بالشعريه. رصي بالطريقه اللي تعجبك. خلاص كده حطينا المكرونه، هننزل بالرز والعدس. ورصيه بطريقه جماليه كده، تبقى دايما يعني يبقى كده طعم جميل وشكل جميل. زي ما قلت لكم قبل كده، مهم قوي الطعم والشكل. هجيب بقى بعد كده حمص الشام واحطه على الوش اهو. هنصفيه كويس قوي من الميه يعني بمغرفه كده المخرمه دي، المصفى دي، ونحطه كده على الوش. انا بحب ازود منه، هو بيبقى طعمه جميل جدا مع الكشري. وفي الاخر بقى البصل بقى زوقي بيه. عارفه بصي كانك بتعملي تورته، عارفه تزويق التورته، زوقي تورته زي ما انت شايفه كده. وكل واحده برضو ايه ولمساتها الجماليه، كل واحده بتشوف المنظر اللي يعجبها، المنظر الجمالي اللي هي حباه.
ممكن تخلي الطبق يبقى يعني نص ونص، يعني نص مكرونة ونص عدس، ونزوق من الجناب بأي طريقة تحبي تعمليها اعمليها. شايفين بقى المنظر حلو ازاي؟ بقى شكله كده شهي وطعمه تحفة ولذيذ جدا. كده تمام قوي. ادي المنظر بتاعنا اهو. شايفين؟ اهم حاجة ان الكشري ما يطلعش معجن، يبقى دايما كده كل حاجة فيه مفلفلة وجميلة. هنغرف الصلصة بتاعتنا ونحطها. الصلصة لا هنخليها تبقى خفيفة ولا نخليها تقيلة جدا، يعني نخليها كده وسط بتبقى جميلة. هي دي الصلصة. على فكرة لما ضربتها في الخلاط انا ما صفيتهاش، انا ما بحبش اصفي ابدا الصلصة بتاعة الكشري، لانها بتكون اتقل كده، لما بنصفيها بتكون احلى. بصوا بقى هنا بقى الايه، ملك الاكلة بتاعتنا الدقة. شايفين بقى المنظر في الازازة؟ اي ازازة فاضية عندك كده، ازازة مية، اي ازازة حطيه بقى كده. هما الولاد بيحسوا ان يعني هما قاعدين في محل كشري والله، واحلى من محل الكشري كمان لما تجربوه. ايه رأيكم؟ يا رب تعجبكم الوصفة طبعا اللي كلنا بنعرف نعملها كويس جدا. كل واحدة بقى بتبقى ليها ايه نظامها في الأكلة بتاعتها. وزي ما قلت كلنا بنتعلم من بعض. ويا رب لو عجبتكم وصفاتي نشترك في القناة وكومنت كده ولايك، وطبعا بشكركم كلكم على كل اللايكات والكومنتات الجميلة اللي بتكتبوها. يا رب دايما وصفاتي تعجبكم ان شاء الله وتجربوها وتكتبولي في الكومنتات. اشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير. باي باي.